والله ما هتعمل فلوس عدلة لو قعدت تشتغل من هنا ل100 سنة قدام يا صاحبي. هي مش بالمجهود، ما انا قلت لك بالعقلية، بالدماغ، بالتفكير. لازم يبقى عندك عقلية صنع الثروة، wealth creation mindset يا جدع. مش مجرد شغل ومجهود، ده ايمان في قدرتك على تحقيق النجاح. دايما بيبدأ برؤية، بهدف واضح، تخطيط ذكي، استثمار صح لوقتك قبل ما تستثمر فلوس وموارد. تاني حاجة لازم تكون جاهز عشان تتحمل المخاطر، وتحاول تستغل كل الفرص المتاحة قدامك، لان كل يوم في مليون فرصة بتعدي قدام عينيك وانت مغمض عينيك عنها. ده اللي هيساعدك تتطور وتبني مستقبلك المالي بنجاح والله. ومش كلام كتب، ركز في كل كلمة من اللي انا بقولها. فلو انت خواف وقلبك مش جايبك، عمرك ما هتعرف تعمل حاجة. واحمد هشام بتاع بنك نوت قال لك اللي ملوش قلب ملوش رزق. ثالث حاجة، فكر بعقلية الربح على المدى البعيد والمتوسط والقصير، مش القصير بس. وبطل تبص تحت رجليك وتعلم من اخطاء وتجارب الناس التانية. لو فاكر انا قلت لك قصص النجاح مش هي اللي هتخليك تعمل فلوس وتنجح. قصص الفشل والاخطاء مرة واثنين وثلاثة هي اللي هتعلمك بجد ان انت تبقى مطبعة فلوس. ورابع حاجة، والنبي بطل تمشي ورا سياسة القطيع. ابن خالتي اللي اشترى وعمل، وصاحبي اللي قلب قلبه وقومة. الفلوس والثروة هي عبارة عن بصمة زي بصمة ايدك بالظبط، مش بتتكرر. واخيرا، الفلوس مش بتيجي بالصدفة. الفلوس بتيجي لما بتتعلم وتجرب وتقع وتقوم وتخطط وتقسم صح، ويبقى عندك اصرار. وكمان تشوف كل الفيديوهات اللي فاتت عشان فيها كنوز بفلوس. ولو عايز تشوفني تاني سيب لي كومنت وهجاوب عليك في الفيديوهات اللي جاية.